صباح الورد. بصوا بقى البيضتين اللي انا ماسكاهم دولت، انا كنت شايلاهم من 9 ايام قبل دول، يعني النتايه حصت بعد 9 ايام. دلوقتي انا هقول لكم ايه اللي بيخلي الحمام لما تشيل من تحتيه البيض يبيض خلال 9 ايام او 12 يوم بالكتير. اول حاجه لازم تعرف اللي يصبر ينول، يعني دولت كانوا من انتاجي ولسه يا دوبك شبابات، يعني انا لسه باخد خيرهم. فما تجيبليش حمام يبقى بقاله 3 4 سنين وعايزه يبقى زي انتاج اللي لسه واخد خيره. دي اول حاجه. تاني حاجه بغذيهم كويس، يعني الكلفه بتاعتي لو في عندي كلفه ب 18 جنيه وكلفه ب 23 جنيه بجيب لهم الكلفه النظيفه. تاني حاجه بقدمها لهم ممكن احطها في الطاجن او في طاجن خارجي، هي التحديق. والتحديق دوت ممتاز عن تجربه، ده تحديق الفجريت اللي انا جبته مؤخرا، تمام. وكان في برضو تحديق كنت بجيبه اسمه الغاوي، ده برضو تحديق كويس جدا. وميه نظيفه انا فاتحاها، يعني محطه لكم دي عشان اوريكم ان الميه النظيفه بتفرق جدا في صحة الحمام. معنى كلامي قدم اكل نظيف، قدم تحديق، قدم مية نظيفة، حافظ على التهوية، حافظ على دخول الشمس والنظافة. حاجة تانية، الحمام لو عندك اتصاب بمرض صعب جدا ان تلاقي عنده انتاج، فالامراض بتخلي في تأخير في انتاج البيض. يعني لو تفتكروا القص ده اللي هو كان تحتيه ابو صابونة واخوه، ده كان فائس يوم 6/2، يعني الزغاليل على عمر 20 يوم. كانت النتاية هنا محصية وكانوا مطلعين مع اللاحم، لكن ده حصة والتاني محصاش. ليه؟ لان التاني اتصاب بالكنكر. فالامراض بتأخر الانتاج، الديدان بتأخر الانتاج، الحمام الكبير بيأخر الانتاج. نخلي بالنا من التفاصيل دي. يعني لما تيجي تشتري حمام حاول ما تجيبش حمام فوق السنتين 3. حاول ان انت تعمل جرعة ديدان، وانا بس مش حاول تعمل جرعة ديدان وتدي بعدها فيتامينات. حتى لو الحمام كبير شوية، يعني مثلا على 2 وحامل مثلا اي حاجة في معدته، اي ديدان، اي حاجة انت بتنضفها له عشان بتبدأ من جديد. ويستحسن ان انت تبدأ بحمام صغير، ده لو لقيت يبقى افضل. تشتري من حد موثوق فيه، يعني عارف ان مثلا بيتعامل مع الحمام بنظام تغذية معينة، بنظافة معينة. هو بس الحاجة الوحيدة اللي بتبقى الواحد بيخاف منها لما تجيب زغاليل وتكبرها عندك، ان ممكن يطلعوا نتايتين او ذكرين. هي دي المشكلة اللي ممكن تقابلك. غير كده يستحسن لو هتبدأ بزغاليل وتكبرها هتقعد شوية، مثلا 6 شهور لولا ما ينتجوا، بس هتاخد خيرهم. دي نصيحتي ليكم. برضو الحمام دوت عمره ده تاريخ 2023، عمره يعني من 23 واحنا في 25، يعني بقاله 2 مش مع 2 مش كبير. دوت برضو نفس الحكاية، انا كنت شايلة البيض بتاعه. طب حطيت البيض بتاعه فين؟ بصوا اهو قرب يفرس، يعني ده البيض بتاعه حطاه هنا. هوريهولكم برضو عشان دول نتايتين يا جماعة. انا بشيل البيض بتاع الناس وبحط بيض مخصص اهو. ماشي خلاص اهو ما شاء الله قربوا على فرس. ماشي. يعني انت عندك حمام من شبابات لحد 2 عادي، بس زي ما قلت لك لو انت هتجيبه 2 اعمل جرعة الديدان دي لازمة. جرعة ديدان بعديها فيتامينات، اهتم بالنظافة وتغذية كويسة، ان شاء الله الحمام مش هيبطل انتاجه بيض.